لم يعد هناك يهودي واحد يثق لا في حكومته ولا في جيشه. الموضوع انتهى، والناس طلعت على المطار عشان تهرب، مش لشيء تاني. يعني المطارات اتقفلت، خطوط الطيران قفلت، لانها عارفه ان هتبقى في موجه نزوح عكسي. ولكن خليني مع الحقائق الواضحه تماما التي لا تقبل الشك ولا الجدل. واحد، مصر. 1 و2 و10 مصر. مصر تحولت الى جزيره يا استاذ. الجزر بتبقى حته يابسه كده يحيطها الماء من كل جانب، مش كده؟ صحيح. تحيطنا الفوضى والعنف من كل الجوانب. حتى البحر الآن في صراع أساطيل. الأسطول الأمريكي جايب حاملة طيارات ومعاه 5 مدمرات، وهناك قطعة بحرية من بريطانيا وجاية بطياراتها، وهناك قاعدة روسية في طرطوس. لا، الموضوع كبير أصلا. طب دعنا نفهم يا أستاذ أسامة. أنا لسه أمريكا في الحقيقة الأولى بعت جيرالد فورد. بريطانيا ليه كل ده يعني؟ ما هو ده اللي بعديه. يعني ده هيجيب اللي بعديه يعني. مصر كده جزيرة، ما عادش فيه مكان آمن واحد في المنطقة غيرنا. طيب، خير وبركة بقى. يترتب على ده إنه فيه، وإحنا ملاحظين يعني، محاولة من الغرب والشرق كله لإعادة ترتيب أوراق المنطقة كلها. الحكاية مش غزة، دي الحقيقة الثانية. الحكاية أبعد من غزة. غزة دي طلعت نزلت 345 كيلومتر مربع، ده القطاع كله. أما مدينة غزة فيها 56 كيلومتر. من أصل كام؟ فلسطين المحتلة 22 ألف كيلومتر. احنا بنتكلم في حاجة يعني. طيب، في محاولة لإعادة ترتيب المنطقة بالكامل. قيل قبل كده ان 99% من اوراق اللعبه في امريكا ولا 40%. امريكا قررت بوضوح: انا لا ضامن ولا داعم، انا منحاز لاسرائيل اللي يعنيني مصلحه اسرائيل. بس كمان اللي بيفشلوا فيه في اوكرانيا جايين ينجحوا فيه هنا انطلاقا من غزه. ما هو انت الاحاديه القطبيه بتنهار، سيادتك جايب قبضك وقبضك الى هنا علشان تقول لا والله الاحاديه قطبيه هتفضل احاديه قطبيه. عشان كده جايب حامله طائرات. طيب، هل المساله غزه عايزه حامله طائرات؟ ده الحامله يعني لا مؤاخذه. لا، الموضوع هيشمل لبنان، هيشمل الاردن، هيشمل سوريا، واسمنا جاي في النص كده. انه يعني في حاجه اسمها خيار غزه. الراجل بتاع جيورا ايلاند ده واللي بيتكلم من الثمانينات حتى يعني عايزين يهجروا الفلسطينيين الى مكان في سيناء، بالظبط نفس المكان اللي كانوا الدواعش فيه، بالظبط هي الحته دي بالتحديد، المساحه دي اللي احنا خلصنا عليهم، لان احنا عارفين ده اساسه ايه. خلاص، اللي ما مشيش بقى بالوكيل، الاصيل جاي بنفسه عشان يعني يشوف حل في الموضوع ده. الحقيقة الثالثة، الصراع اللي الناس شايفاه ومشغولة بيه كل أطرافه حرفيا خاسرون. مش عايزين عواطف، الكل بالمعنى الحرفي لكلمة الكل خاسر. واحد، حماس التي هي ذراع العسكري للإخوان المسلمين بوضوح لا تحرر الأرض. ما فيش عالم واحد ارتفع على الأرض، ما فيش مستوطنة طرد أهلها واترفع العالم الفلسطيني دي أرضي، امشي من مطرح ما جيت أبدا. لكن اتخذ رهائن علشان أعرف أبدلهم بالمسجونين في سجون الاحتلال، وهذا ما قيل نصا، قالوه نصا. الله، يعني الحكاية كلها تحسين شروط الاحتلال. يعني أنا بالع الاحتلال وعايز تحسين شروطه. طيب، هي كل مرة الحكاية دي، وكل مرة مصر تتدخل وتفك الخناقة، وهدوء مقابل هدوء. ده احنا يا راجل، ده احنا بنعمل عندهم بنية تحتية، وبنعمل عندهم مدن ومساكن، وخصصنا لهم 500 مليون دولار، ولا الناس نسيت؟ انا مش عايز حد بس لا قطاع غزة، لا، ما حدش جوه قطاع غزة ودخل بتنمية ودخل بشغل قد ما مصر ما دخلت. مسألة انك تفكر في احياء ملف قديم قوي قوي، لا، الكلام ده مش هينفع ومش هيمشي،
وافتكر الناس كلها يعني لحظة اليومين اللي فاتوا ان في تركيز شوية من الدولة المصرية في التحذير. حتى هذه اللحظة احنا في التحذير. حتى العرض العسكري التي قامت به الأكاديمية العسكرية امبارح دي ما كانتش حفلة من عدمه. مع احترام تخيلها ان هي احتفال بذكرى انتصارات اكتوبر يعني. بقول لم تكن حفلة ولا احتفالا. كلمة واحدة عشان الرأي العام يسمعها مني أنا وعلى مسؤوليتي. ده كان ردع. ده شبابي اللي أنا بخرجه اللي لسه معلقش ملازم. أمال اللي موجودين بيعملوا إيه؟ ده المشهد بقى اللي أنت شفته. احمل بقى حساباتك زي ما أنت عايز تعمل حساباتك. وهي رسالة